انتوا عارفين فيلم اصحاب الارض اللي بيتعرض دلوقتي ده؟ وقفت في مشهد كده لما الدكتوره اللي هي ممثله دي دخلت عند معبر رفح، والظابط فتح الشنطه ولقى جهاز وقعد يسالها الجهاز ده ايه ومحتاجين نفتش عليه. انا عاوز اقول لكم بس، يعني بعيد عن التمثيل وبعيد عن اي حاجه، هو الموقف ده حصل بالحرف الواحد معايا زي ما هو كده بالظبط. وعاوز اقول لكم ان لولا الظابط دوت اتقال له زي ما الممثله دي قالت كده بالظبط ان الجهاز ده لازم يخش قطاع علشان الجهاز ده مش موجود، انا كنت داخل بجهاز الشبكيه وقلت له الطلب ده بالحرف الواحد. والراجل حافل الشنطه بالظبط زي اللي حصل. ولولا ما كانش اتعمل اي عمليه شبكيه في قطاع غزه في الفتره اللي انا كنا موجود فيها، اللي هي سنه كامله، لان قعدنا سنه كامله او اكتر من سنه ما كانش في جهاز شبكيه تخيلين غير الجهاز اللي الظابط ده سمح انه يخش له. فلما اتفصيت على المشهد ده، انا ما اعرفش الظابط ده اسمه ايه الصراحه. اولا يعني عرفت قيمه معبر رفح وقيمه معبر رفح اللي كان مفتوح، وثانيا كنت دايما بدور على اي فرصه ان انا اشكر فيها الظابط دوت، انا ما اعرفش اسمه، واعرفه ان كل عمليه من العمليات اللي اتعملت في القطاع من ساعتها كلها في ميزان حسناته. وربنا يعدي على خير.